خلافات حصلت بين مشاهير كبار خلت الجمهور ينقسم نصين، وبينت لنا ان مش كل النجوم بيحبوا بعض من قلبهم. خلافات اتحولت لحروب على السوشيال ميديا وفي ارض الواقع. في الفيديو ده هنحكي عن اشهر واغرب الخلافات بين المشاهير، واللي ساعات كانت اسبابها تافهه جدا وساعات كانت مفاجاه للجمهور. اول حد معانا هما اصاله واحلام. الخلاف بين اصاله واحلام قديم وكان بيتجدد على فترات، احيانا نشوفهم اعداء واحيانا صحاب جدا. واللي بدأ الموضوع كله الاعلاميه فجر السعيد. اصاله كانت تعبانه وفي المستشفى، فنزلت صوره ليها وهي بتدعي لها ربنا يشفيها، ده رغم ان فجر كانت هاجمت اصاله قبل كده. فاحلام شافت البوست ودخلت علقت بكل حب لاصاله وقالت انت طيبه واصيله، وده دايما اللي بقوله لفجر عنك، وشكرا على كلامك الطيب ودعائك لها، وده دليل ان معدنك طيب. اصاله بقى هي اللي خدت الموضوع على نفسها شويه وردت على احلام وقالت لها حلومه انا عارفه انك بتحبيني، بس ليه في مرات بتجاكريني، يعني بتحاولي تتخانقي معايا او تجري شكلي، احنا عايشين في سخن وبارد بقالنا ربع قرن. بس المفاجاه ان احلام راحت عامله بلوك لاصاله من كل اكونتاتها. فاصاله طلعت في احد البرامج وقالت ان احلام بتحب تعمل خبطاتها الاعلاميه. حبيبتي حلومه ملكه الملوك، اعملي بلوج براحتك وفشي خلقك براحتك يا بيبي. لن تتراجع ولن تستسلم. لا ما عملتش ولا سبت حبيبتي عصبيه ومتضايقه او يمكن عندها حق. وفي كواليس احدى البرامج احلام ردت وقالت اللي عملته معاكي هو حجمك عندي بلوك. الوحيد اللي بعمله لك وهو حجمك عندي انا بلوك. ليه اتابع حد بيطلع في الاعلام ويقول اني بحرض الناس عليه من غير ما يقول اسمي؟ خلي عندك الجرأه وقولي اسمي. اصاله بتحب تعمل بلبله وتخلي الناس تهاجمني وتقول ان في حد بيحرض فجر السعيد ضدي، ومعروف ان انا وفجر السعيد صحاب وتوأم، وانا لساني مش قصير، انا لساني طويل جدا. اذا هي بدها تعمل بلبله لإلها وتقوم تاخذ كورنر وتقول للجمهور يلا اشتموا احلام، يلا سبوا احلام هيدي بتحرض الناس ضدي، خلي عندك جرأه طلعي قولي احلام، على الاقل انا اجرأ منك. طب يا جماعه هل ممكن تتصالحوا؟ في امل في الموضوع ده؟ احلام قالتها بصراحه، على ايه نتصالح لما واحده تقولك في وشك انا بموت فيكي ومن وراكي تقولي يخرب ذوقها؟ لا ده عيب. بس المفاجاه ان بعد كل المناوشات دي احلام واصاله دلوقتي بيست فريندز. وتصالحوا ازاي بقى؟ عن طريق فهد ابن احلام اللي عبر عن سعادته بالمصالحه دي وفجر مفاجاه للجمهور على تويتر، واعلن عن الصلح ده على اكاونته على تويتر، وكتب ان هو دلوقتي يقدر يعلن الصلح بين احلام واصاله، وكتب ان بكده نقدر نقول ان اقوى فنانتين في العالم العربي اتصالحوا. واحلام هزرت مع ابنها في تويتر وردت عليه وقالت له انت كده اتورطت في تلحين اغنيه. وبما اننا بنتكلم عن احلام ما ينفعش ما نذكرش خلافها مع شذى حسون، وده واحد من اشهر الخلافات النسائيه في الخليج العربي. شذى بتقول ان احلام بتهاجمها وبتحاربها فنيا. احلام ردت بطريقه لاذعه وقالت انا ما اعرفش حد اسمه شذى اصلا، وده خلى الجمهور ينقسم، خصوصا ان في ناس شايفين ان شذى لسه بتطلع ومش من مصلحتها انها تهاجم حد زي احلام، وناس تانية تقول اكيد احلام بتغير منها. بس انا لما يجوني ناس متعهدين ولما يجوني ناس من مهرجانات ويقولوا لي انه شذا هي قاعده تقول انه يا انا يا شذا، طب يا ست الستات ما انت فنانه صار لك باع طويل، شكو تقارني نفسك فيني؟ والموضوع زاد عن حده، خصوصا ان شذا اتكلمت عنه في اكتر من برنامج. انت عايزه تعاديني حتعاديني، والله لو قالوا لك شذا بصيت لك، انت كنت عايزه تستني انه شذا تبصلك عشان انت تعاديها. ونروح بقى للخلاف اللي استمر سنين بين هيفاء وهبي وإليسا، وده واحد من اطول واشهر الخلافات في الوسط الفني اللبناني. كان في عليه دايما كلام وتسريبات من ورا الكواليس، بس الموقف اللي فجر الخلاف ده هو قصه السياره القديمه. هو في البدايه اصلا إليسا وهيفاء ما كانوش صحاب قوي صحيح، بس ما كانش في بينهم عداوه علنيه، كان الجمهور دايما بيقارن ما بينهم مين احلى مين اشيك مين انجح، بس رغم كده ما كانش في خلاف مباشر لحد ما استضافوا هيفاء وهبي في احد المقابلات وعرضوا لها مقطع لإليسا وهي بتتكلم عن هيفاء وهبي بتقول ان هي يعني ملهاش فيها قوي. ده كان معنى الكلام. فهيفاء ردت وقالت ان لما بيظهر سياره جديده السياره القديمه اكيد هتتضايق. تخيل حط سياره مثلا موديلها قديم، حط سياره جديده، السياره القديمه بتزعل. فدايما الجديد مين الموديل القديم، دايما الجديد له رهجته. والكلام ده اتفهم انه اهانه مباشره لإليسا، وان هيفاء بتقلل منها وبتسخر منها كمان. وفي بعض الناس شافوا ان إليسا هي اللي بدات الموضوع وان ما كانش يجب تتكلم كده على هيفاء وهبي. بعد كده لما استضافوا إليسا وسالوها على قصه السياره القديمه كان واضح جدا ان هي زعلانه من الموضوع، وقالت عيب قوي ان احنا نشبه الانسان بالسياره. سياره جديده يعني في قصص عيب رد عليها، يعني ما رح رد. أنا بالنسبة إلي العلاقات الإنسانية أهم من كل شيء مادي. أنا بس شخص يقول عني يشبهني بسيارة قديمة، أنا شو بعد في رد؟
لا سوري يعني. واستمر الخلاف بينهم فترة كبيرة لحد ما في مرة في إحدى الحفلات في لبنان واللي كانت تحديدا في نص الألفينات، هيفاء وهبي كانت على المسرح وإليسا كانت موجودة بين الحضور. فهيفاء قالت أنا عايزة أقول كلمة، دايما بيتقال إن الفنانات اللبنانيات ما بينهم خلافات وحروب، بس ده مش صحيح، وأول حاجة هتثبت لكم ده إن دلوقتي هنزل وهسلم على إليسا. وفعلا نزلت هيفاء من المسرح وراحت سلمت على إليسا، ودي كانت لحظة إنسانية وحقيقية، والناس فرحوا بيها جدا لأن الخلاف كان واخد مساحة كبيرة قوي وقتها. وخليني أقول لكم إنهم مش بس اتصالحوا، دول بقوا صحاب جدا. كمان بعدها بفترة نزلوا كليب مشترك اسمه هنغني كمان وكمان بتاع إليسا، وهيفاء وهبي كانوا من الناس اللي شاركوا في الكليب ده، وظهروا فيه هم بيضحكوا وبيغنوا مع بعض بشكل واضح جدا بيأكد إن الخلاف ما بينهم اتحول لصداقة حقيقية. وهتلاحظوا انهم دايما بيباركوا لبعض على تويتر على كل جديد عندهم. ونروح لسنة 2021 وتحديدا في شهر رمضان مسلسل كل ما نفترق، وقت الخلاف الكبير اللي حصل بين ريهام حجاج وأيتن عامر. مع عرض اول حلقات مسلسل كل ما نفترق الدنيا سخنت جدا على السوشيال ميديا لما بدأت أيتن عامر تنزل كلام على السوشيال ميديا ويتفهم انه على ريهام حجاج، وبالتالي ريهام ترد على الكلام ده هي كمان. واول شرارة كانت من أيتن اللي كتبت وقالت ساعات الادوار التانية بتكون لا تقل اهمية عن الادوار الاولى، بس المهم تشتغل مع الناس الصح عشان لو اشتغلت مع الغلط الدور بيضيع. وبعدين كتبت على فيسبوك وقالت السنة دي مش هنعمل معمول في العيد، المعمول فينا كلنا. الجمهور طبعا فهم على طول ان الكلام ده رايح لريهام حجاج، خصوصا ان وقتها كان في اشاعات بقى وكلام ان ريهام بتتدخل في كل حاجة وريهام بتتدخل في المونتاج، رغم تأكيد عدد كبير جدا من الناس المشاركة في المسلسل ان ده ما بيحصلش. ورد ريهام جه سريع على الفيسبوك وكتبت عشنا وشفنا ان اخت البطل اللي قدام البطلة طمعانة ان الدور هيبقى اكبر من البطل. وهنا الناس عرفت ان الخناقة اتنقلت من الكواليس وطلعت للعلن، وان في مشاكل كبيرة فعلا في تصوير المسلسل. وايتن كانت دايما بتقول انا اتحذف اكتر من 70% من مشاهد. وفي فبراير اللي بعده ايتن طلعت في مداخله مع ياسمين عز وقالت انا في المحاكم ومش هسيب حق، والمخرج والمؤلف شاهدين معايا، وقدمت شكوى في النقابه بقالها اكتر من 8 شهور وما اعرفش ليه الشكوى دي متاخره. انا اتحذف لي اكتر من نص دوري وهاخد حق، لان المؤلف والمخرج بتوع العمل راحوا يعني قالوا كل حاجه في تحقيقات رسميه مثبته اوريدي. بناء على شهادتهم انا تقدمت بشكوى منفصله ما تمش التحقيق فيها لحد دلوقتي الحقيقه، وما اعرفش وصلت لحد فين. شكوى خاصه بتضررك من ان تشلك مشاهد معينه من المسلسل اللي فات. 70% من دوري تقريبا. دي يعني فحوى الشكوى زي ما من نص مشاهدي اكتر من نص دوري يا جماعه. والحقيقه يا جماعه احنا ما نعرفش الموضوع ده خلص على ايه لحد النهارده. اما بقى الخلاف اللي جاي فهو خلاف مختلف شويه، سبب الخلاف نفسه مختلف عن كل اللي انا حكيته. ريهام سعيد وانجي وجدان. الخلاف بين ريهام وانجي بدا بعد حلقه لريهام سعيد بتتكلم فيها عن السمنه، قالت ان الناس التخينه عبء على نفسهم وعبء على الدوله، وان ده خطر جدا على صحتهم، وانهم لازم يخسوا علشان نفسهم وعشان يعرفوا يعيشوا. الناس التخينه ميتة، عبء على أهلها وعبء على الدولة وعبء. الناس التخينة بتشوه المنظر، يعني انت وانت ماشية كده بالإسدال ولا بالعباية ولا بالجلابية ولا ومش قادرة تمشي وبتعرجي عشان ركبك وجعاكي، وطبعا بتبقي كلك عرقانة لأنك عندك كمية سموم غير طبيعية، فقدتي كل أنوثتك، فقدتي ضحكتك، فقدتي كل حاجة. الكلام ده استفز ناس كتير جدا، منهم الفنانة انجي وجدان اللي كانت وقتها بتعاني من السمنة، وهاجمت ريهام سعيد هجوم شديد جدا، وده تسبب ان البرنامج بتاعها توقف. ولو تفتكروا في البرنامج ده كان بيعمل بعض أعمال الخير، والبرنامج لما توقف الأعمال دي كمان اتوقف. انجي وجدان اللي كان معروف عنها تصريحاتها عن تقبل السمنة والشكل، شافت ان الكلام ده فيه تنمر. انا واحدة تخينة ما عنديش كل المشاكل اللي انت بتقولي عليها دي الحمد لله، وغيري كتير. فحضرتك مش من حقك تتكلمي على التخين، مش من حقك تقولي عليهم ان هم ميتين. على اساس ايه ميتين؟ انا الحمد لله عايشه اهو، بمثل وبعمل ادوار حلوه جدا وبدي امل للناس، مش بكئبهم واقفل عليهم. ريهام وقتها ردت وقالت هي تخينه وعاجبها شكلها يعني خلاص، مش شايفه ان في مشكله. ومن ساعتها العلاقه ما بينهم متوتره ومقطوعه، ومفيش اي مصالحه حصلت ما بينهم لحد النهارده. بس الموضوع اليومين دول باظ اكتر بعد عمليه التكميم اللي عملتها انجي. ففي اخر انترفيو انجي وجدان قالت انها عملت عمليه تكميم المعده، وانها عملت كده علشان صحتها وعلشان شكلها وعلشان ولادها. ده بعد ما انجي فضلت سنين بتتكلم عن تقبل الجسم والدعم النفسي لمريض السمنه، وكانت دايما بتقول انا جميله زي ما انا، وقالت انا من حقي اغير رايي ومن حقي اخس. الحمد لله كانت صحتي كويسه. من ساعه ما بطلت رياضه الدنيا تدهورت، فلا لقيت ان لا لازم خلاص بقى اعمل حاجه عشان ولادي
وعشان صحتي. إنجي حبت توضح للناس إنها مش ضد فكرة التغيير، بالعكس هي قررت تهتم بصحتها وشكلها، خصوصا بعد ما حست إن جسمها بيتعب وإنها مش هتقدر تستمر على الحال ده، وإنها شايفة إن مفيش تناقض بين الاتنين، وإن الإنسان من حقه يغير نفسه. ريهام سعيد بقى علقت على خبر العملية، قالت أنا مش مسامحة في سنة من عمري اتعطل فيها شغلي وطموحي، وناس كتير اتضرت وعملياتها وقفت وماتت، وولادي انضروا نفسيا جدا من كتر الشتيمة في أمهم، وأنا كل ذنبي إني بحب الناس كلها ونفسي يكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. أنا تعاقبت على نصيحة كان غرضها إني أنفع الناس. ونرجع تاني للخلافات الفنية الجميلة بين الفنانات، ودلوقتي هنتكلم عن خلاف سيرين عبد النور وماجي بوغوص، وده طبعا واحد من أشهر الخلافات في الوسط اللبناني، خصوصا إنه كان في نوع من التصريحات المباشرة والغير مباشرة، وده خلى الجمهور يتدخل وينقسم ما بينهم. القصة بدأت لما سيرين عبد النور قالت إنها مرشحة لدور مهم في مسلسل الموت، وفجأة اتشالت من العمل ده. مين بقى اللي خدت الدور مكانها؟ ماجي بوغوص، اللي هي مرات المنتج جمال سنان. وقتها سيرين قالت بشكل واضح إنها اتظلمت وإنه تم استبعادها. يعني التوتر بين الاتنين فضل يزيد ويزيد، خصوصا بعد ما حصل موقف موتر في عزاء شقيق جمال سنان، لما سيرين عبد النور تجاهلت جيسي عبده تماما وما سلمتش عليها، وده فتح باب جديد من الجدل. كمان ماجي صرحت بان دور سحر في مسلسل الموت ما كانش حد ينفع يعمله غيرها، وده اتفهم انه رساله واضحه لسيرين ان الدور مش بتاعك اصلا. انا مني مرت منتج، انا منتجه وصاحبه شركه ومنتجه، وبكل فخر. زوجي يعني أنا، وأنا يعني زوجي جمال سنان. كلمة مرت المنتج منا إساءة بالنسبة لإلي. بس كل ده بقى ما كانش حاجة خالص لحد من سنة تقريبا، لما ماجي بوغوص زودت الطين بلد، فنشرت صورة جماعية من أحد الاحتفالات وكان موجود في الخلفية سيرين عبد النور، فماجي بوغوص حطت على وشها قلب أبيض. الحركة دي اعتبرها الجمهور إهانة وحركة مش لطيفة في حق سيرين عبد النور. بس شايفين كل الخلافات والتوتر ده فجأة في وسطهم هما الاتنين اتصالحوا، ودي كانت لحظة محدش يتوقعها. في عزاء والد كارين رزق الله الكاميرات جابت لحظة صلح بين سيرين وماجي، النجمتين اتقابلوا وش لوش، وبدل ما يتجاهلوا بعض زي ما الناس كلها متخيله اخدوا بعض بالحضن، وكان موجود جنبهم الفنان باسم مغنيه، وكل الناس كانت فرحانه جدا، وردود الافعال كانت باينه قوي على كل الناس اللي كانوا موجودين في العزاء، خصوصا باسم. كمان الجمهور على السوشيال ميديا كان فرحان جدا بانتهاء الخلاف ما بينهم، ودي كانت اشهر الخلافات اللي كلمتكم عنها النهارده. قولوا لي في الكومنتس لو في خلافات تانية انا ما اتكلمتش عنها.